قيس سعيد راهو أخطر من بن علي. السيد هذا بدون عقل راهو يسير في الدولة. هذا مستبد متخلف شعبوي اليوم باش يهز البلاد للهاوية. أنا نقولها للتوانسة، راهو باش يهز تونس للهاوية، باش يهز تونس أقولها بالفم المليان إلى حرب أهلية سيلياس. ها نقول لكم يلزم الناس، أنا راهو دوري كفاعل سياسي ننبه الناس، ما تحبش تنتبه، تحب تعتبرني نبالغ. هما حراس، انا ننبه على التوانسه رانا ماشيين في طريق معناه مسدود. راهي تونس ماشيه في حاله احتقان لانفجار اجتماعي قد ياتي على الاخضر واليابس. اليوم قيس سعيد هو سبب الازمه اللي عايشينها الان، هو السبب الرئيسي انه تونس اليوم في عزله كامله، انه تونس اليوم في ازمه خانقه ما عرفتهاش قبل، انه اليوم قدام الكيوسك نتاع ليسانس صفوف بالكيلومترات، لانه ليسانس مشح في البلاد، لانه السكر ما فماش، لانه السميد ما فماش، لانه الادويه ما فماش، لان الناس قاعده تموت في السبيطارات بالامراض المزمنه والادويه ما فماش. هذا ماهوش جاي صدفه. عن عام قيس سعيد عنده كل السلطات، يحكم بجرة قلم، يعزل بجرة قلم، يعين بجرة قلم، يصدر مرسوم بجرة قلم. ناكلوا بمراسيم قيس سعيد، نشربوا بمراسيم قيس سعيد، نتنفسوا بمراسيم قيس سعيد. اعطيني ملف واحد، قضية واحدة صغر شأنها أو كبر، حلها قيس سعيد في العام بكل الصلاحيات اللي عنده. قضية واحدة. المسؤول الوحيد في البلاد اليوم هو قيس سعيد. وقيس سعيد نقول لك حتى مش محتاج الى معارضه اليوم، لانه الشخص الوحيد اللي قادر وقاعد يعارض المعارض الجدي والوحيد واللي يكشف في قيس سعيد هو قيس سعيد. كيفاش؟ هو الشارع التونسي وقت يشوف القهوه نتاعو والحليب نتاعو والخبز نتاعو والزيت نتاعو. وربما احول النقاش الى الاستاذ سليماني، طرح نقطه مهمه تتعلق بالمنافسه، تحدث عن غرب افريقيا وقال انها ربما غزاها الاقتصاد المغربي. المغرب عندهم $0 من البترول وراهم عايشين. هذا اللي قلت انا. اون في كوم سي اون نا با دو بترول. سي سا لو تشالنج. هذا هو الحل. المغرب اقدم واثقف واذكى من الجزائر، هذا التاريخ سبحان الله العظيم. هما عندهم بن باديس في المغرب وعندهم احنا ما عندناش وراه بن باديس، وعندهم علماء احنا وراهم. ادويه 2 أو 3 مليار دولار، ما نحكيوش على الشيء. حتى من المواد الاخ اللي يتكلم عليها بالنسبه للمواد الصيدلانيه راهي 70% او 80% احنا ما نصنعوش الادويه. نعم. لو جينيريك نجيبوه من الهند من طيفا ومن الجماعه ونحولوه، سي دو كونديسيونمون اللي نعملوه. اذا ما كانش صناعه حقيقيه للصيدلانيه في الجزائر. ما كاش. نعم. بكل صراحه اليوم المغاربه اللي راهم يصدروا كثير الادويه في افريقيا 240 يوم، يعني الأورا والمغربي راه يمد لي 240 يوم. ما نقدروش احنا نكونوا منافسين. نكون واقعيين، الاقتصاد مرتبط بالسياسه، فالارتباط الاقتصادي للجزائر مع افريقيا يتمخض منه ارتباط سياسي وجيوسياسي. فالكل يعرف ان المغرب مثلا هو البلد الوحيد الموجود بكيفيه يعني كثيفه في معظم الدول الافريقيه، لا سيما دول افريقيا الفرنكوفونيه. اسماعيل سرح لي التعليقات. إذن هذا تعليق يقول إن الجزائر معروفة بباروناتها واحتكارهم للسوق، فهل نحن على استعداد للمنافسة مع دخول أكبر المؤسسات الدولية وخاصة في مجال البنوك، حيث لن يكون لبنك الجزائر نفس السلطة الحالية؟ يمكن أخذ ما حصل في المغرب كمثال. هذه إجابة. سي حبيب. ما عنديش إجابة. ما كانش إجابة. أنا عندي إجابة. سي الخضر. البنوك الجزائرية بالنهاية لا أعتقد بأنه قادرة على منافسة البنوك البنوك يعني العالمية، لأنه عندها تحديات كبيرة وش يقيدها أمور أخرى. بنك التجارية وفاء في كل بلد إفريقي تجد يعني مقرات للتجارية وفاء، حتى في المغربية للاتصالات ماروك تيليكوم والطيران حتى الطيران موجودة في كل الدول. يعني
شيء مؤسف جدا أن يكون لمسؤول جزائري أو رجل أعمال جزائري يريد أن يذهب إلى إفريقيا يتجه إلى الدار البيضاء للسفر إلى هذا هو الخطأ الكبير الذي قامت به الجزائر منذ هذه الحقبة. نامبورتيو بالشيء اللي يسالكم حنا البذور تاعنا اللي قاعدين نحطوها في الارض ما قاعداش تجيب. علاش ما يجيبش استاذ؟ علاش في فرنسا يجيب يا استاذ؟ سامحوني انا فهموني نكمل لك. علاش في فرنسا يجيب؟ علاش في المغرب يا استاذ يجيب؟ علاش في الجزائر ما يجيبش؟ السؤال الذي يطرح لان في نهايه المطاف لما تروحي الى الدول الاوروبيه تلقاي المنتوج الفلاحي من المغرب من كذا، لكن هما خداو على عاتقهم انهم هذه الدول ليست دول بالدرجه الاولى مداخلها من البترول، ومن ثم خداو هذه بطبيعه الحال. الصين مثلا، الصين أو المغرب أو إيطاليا أو فرنسا قبل أن تربط علاقات اقتصادية هي تربط علاقات ثقافية مع تلك البلدان. التجارة هذه أيضا تتطلب يعني بنية تحتية. الجزائر لديها ضعف في منظومة النقل الجوي والبحري والتخزين والتبريد في هذا المجال، والبنكية أيضا في عفوا المغرب لديه يعني بنوك في إفريقيا ترافق المستثمرين المغاربة في إفريقيا وتحميهم يعني وتعطيهم سيولة، تعطيهم الأموال يعني ترافقهم. لاحظنا في مثلا تكلمت على مراكش كلها طاقة شمسية، يعني كل بيوتها كل مؤسساتها مزودة بطاقة شمسية. أين نحن من كل هذا؟ هي مشاريع كما ذكرت لك، هي مشاريع في إطار التنمية المستدامة، والمغرب على كل حال هو مشى في مشروع كبير في وزازات. نعم. نزيد لك حاجة مهمة، واش اللي خلى الآن المغرب ليس فقط من الجانب السياسي حتى في الجانب الاقتصادي، يعني هي الآن على بالها يعني في اونيتون على اليونيتي افريكان حتى يعني لازم تكون عندها الاسواق يعني السياسيه تستغل الجانب السياسي لصالح الاقتصادي. اكيد هذا احنا لازم نوظفوه. على بالك حجم الاموال الموجوده في السوق الموازيه، نسقسي الوزير والله ما على باله، ضخمه، لابد من مصالحه ماليه، المغرب ديرها كل 5 سنوات، على بالها بالقطاع الموازي كما تقول انت ورم هكذا يكبر انت واش دير؟ العفو شام خلاص دخلهم باش الناس تدخل في اوفيسيال. الهند موجوده في افريقيا، تركيا موجوده اكثر منا في افريقيا، المغرب القريب منا موجود اكثر منا في افريقيا، وبالتالي ولا شيء اليوم يعني يجب ان نعترف باننا يعني كما قال حسن ابتعدنا عن افريقيا، والرجوع اليها يجب ان يكون يعني مدروس ونعرف وتكون لدينا رؤيه ماذا نريد. حوالي 500 مليار دولار. شوف الاخ الكريم تدخل لي مغالطه ما يهمش، انا ما ندخلش في دواليب السياسه. نكمل برك هذه ورده. انت تقول لي اليوم المغرب كلها صفائح تاع الطاقه الشمسيه. الاستاذ يقول لي مغالطه، ما يخوفنيش بالغول ما يكزيستيش، خلاص اصبح الاقتصاد مفتوح. استاذ اسمح لي كاين نقطه مهمه. تفضل. كاين دول ما عندهاش بترول وضعيتها عاديه، المغرب عاديه. احنا حان الاوان لاعاده النظر. اذا هنا اذا كان نحبوا ننجحوا اقتصاد لابد من مكافحه الفساد، الوقايه منه ومكافحته. السوق الاوروبيه الان السوق الاوروبيه المواد الاوروبي ما عندناش اتفاقيه، اسمح لي، المغرب عندها اتفاقيه ما يسمى بالنص في ما عندناش احنا اتفاقيه خاصه من الاتحاد الاوروبي. احنا الاتفاقيه اللي برمنا مع الاتحاد الاوروبي مش في صالحنا لحد الان، لان المغرب عندها اتفاقيه فلاحيه مع الاتحاد الاوروبي. لازم اقتصاد قوي باش تكون دبلوماسيتك قويه. اذا كان الاقتصاد تاعها قوي تساعد في الامتداد تاعك، في التوغل تاعك في افريقيا. الدبلوماسيه الاقتصاديه كان يتحدثون عنها بشكل ربما من اجل الاستثمار في افريقيا والدخول افريقيا ومجاراه مثلا الجاره المغرب وغيرها. مقابل الاستثمارات الكبيره اللي ادتها فرنسا في الجزائر ما قدمتش خطوه الى الامام في قضيه الصحراء الغربيه. هناك من يقول انه اليوم اللي ما راهش حاب باش ندخلوا المنظمه العالميه للتجاره هو فرنسا. ما مدى صحه هذه المساله؟ هذا صحيح. لماذا؟ علاش؟ نقطتين اساسيتين. النقطة الأولى لما نشوفوا 60 مليار تاع الجزائر من الواردات، المستفيد الأكبر منها هي فرنسا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لأنه لما يتحرر السوق الوطني في الجزائر ممكن يعني بعد 3 سنوات 4 أو 5 سنوات، لأن الجزائري عنده الابتكار، عطيه الحرية برك. لما نشوفوا المغرب كيفاش قدروا يحركوا، احنا نقولوا بكل صراحة الجهاز التنفيذي نتاعنا ما عندوش لو طو دانفونتيفيتي كبير، ما عندوش تصورات اقتصاديه كبيره. احنا في الجزائر ما زلنا نقولوا للخاص فوزات توجور هانديكابي، تقدرش تسير شركات كبيره،
تم زلت ضعيف بما انه نشوفوا الاخوه تاعنا في المغرب في الباكستان في ايران، يعني هذا ما ينفيش باش يكون يعني قطاع خاص وقطاع عام متكاملين، ما كيفاش اشكال. نعم. انا بالنسبه لي تدعيم الحليب والسكر وهذا انا داعم الاجور، اعطي الناس الاجور، ما دعمليش الحليب والسكر، اعطي الانسان يعود يدي 50,000 دينار كحد ادنى باش يقدر، لازم يدي الروتيتي هذا ما يديش 18% وتقول له ندعم لك الحليب، وهذا يعيش غير بالحليب والخبز، يحب ياكل اللحم، يحب ياكل الدجاج، يحب يحوس، يحب فهم. دعم الاجور. تكلم حسن على ما يعني المغرب واش عنده، يعني لابد على الوكاله الوطنيه، لابد على الاير الجيري يعني البنوك، يعني لازم تخرج من هذا القوقعه تاعها، ولازم تكون يعني اغريسيف حتى تثبت وجودها. اللي خلى مثلا نتكلموا صراحه، اللي خلى المغرب القطاع البنكي في المغرب قطاع يعني متقدم جدا. القطاع يعني حقيقه لازم تكون ايضا حتى البروسيس ديسيزيون عندهم يعني رابيد، هما القرارات تأخذ يعني بسرعه بدون بيروقراطيه. نعم. الان احنا اذا حبينا حقيقه عندنا رغبه وعندنا يعني رغبه سياسيه في الذهاب الى افريقيا، لازم يعني موبيليزي لي مويان، ونبداو كما قلت يعني نعم بالاصلاحات، وفيما يخص ايضا نبداو كما قلت بالبلدان المجاوره. نعم. تبارك الله عليهم يا سيدي. باش نقارنوا الجزائر نقارنوها المغرب، لازم نعرفوا وشو الفرق ما بين بنية الاقتصاد الجزائري والمغرب. صح. ربما الاستاذ يشارك في الراي. دولة سياحية، تصدر السياحة، نعم، تبيع المنتوج السياحي، وبالتالي بما اننا قلنا بان عملة البلد هي خاضعة لقانون العرض والطلب. اذا كان العملة هذيك مطلوبة بكثرة فهي ترتفع، واذا كانت غير مطلوبة فهي السياحة، مدخلات السياحة ما تطلبش بعض التكاليف كبيرة أكثر كما البترول. عندك وانتخاب المغرب بأغلبية واسعة لمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية الشرطة الجنائية اللي هي الانتربول. ده طبعا انتصار للمغرب كبير جدا، ودي في الدورة ال 92 للجمعية العامة للانتربول. دي كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للانتصارات اللي بيقدمها المغرب في كل المجالات. طبعا احنا عارفين ان ممثل المملكة المغربية حصل على دعم 96 دولة، وده رقم كبير جدا جدا جدا، وكان فارق برقم كبير جدا عن اقرب المنافسين ليه. طبعا ده اللي بيبين لك ايه، واللي يفهمك حاجة مهمة جدا، ان المغرب دايما بتسعى الى الامن الاقليمي والدولي، والشراكة بين المغرب ودول افريقيا. يعني المغرب هي ممثلة افريقيا في الانتربول حاليا، والمغرب الاغلبية المريحة دي بتؤكد على مواضيع مهمة جدا جدا بعد انتخاب ممثل المملكة المغربية، ان ترشح للانتخابات اللجنة التنفيذية لمصر نائب رئيس الانتربول عن القارة الافريقية. ده طموح كبير جدا بالنسبة للمغرب في تطوير البنية الشرطية الإفريقية، وده مهم جدا، لأن أنت عندك دعم أجهزة الأمن في كل قارة إفريقيا هيبقى عن طريق المغرب هي اللي هتبقى المنوطة بحفظ الأمن والسلم في قارة إفريقيا. وطبعا الكلام المهم ان انت لما تفهم ليه اختاروا المغرب. في المغرب دولة مهمة جدا جدا ومرتبطة بالعديد من الدول بعلاقات طيبة جدا جدا بينها وبين دول افريقيا، بينها وبين دول اوروبا. عشان كده عبد اللطيف حموشي المدير العام للامن الوطني في المغرب، واللي كان على رأس وفد المغرب في الجمعية العامة للانتربول. وطبعا في توطيد للعلاقات بين المغرب وبين أي دولة موجودة في هذه اتفاقية الانتربول. وطبعا يعتبر الانتربول زي ما احنا عارفين دي منظمة تم تأسيسها سنة 1923، منظمة دولية هدفها الأساسي هو حفظ الأمن والسلم في كل القارات وتبادل الخبرات الشرطية بين الدول وبعضها.
عشان كده لما نفهم بقى ونروح ونركز على موضوع مهم جدا جدا، على الاجتماع المهم جدا اللي كان موجود في قصر المؤتمرات في العيون، وكانوا موجودين عشان يسمعوا خطاب الملك محمد السادس في الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء. وطبعا كان خطاب الملك محمد السادس اعتقد ان انت ما تحب تحلله تلاقيه خطاب قوي جدا جدا جدا، وكان واضح جدا وموجه لاطراف معينه هي عارفه نفسها. طبعا الاطراف الخارجيه اللي بتتعمد استغلال قضيه الصحراء ضد مصالح المغرب وضد وحده ارضه والابتعاد عن مبادئ الحق والشرعيه. وكان الخطاب طبعا مهم جدا جدا، لان كان اللي موجودين في العيون اللي هم مجموعه النخب اللي موجوده في مدينه العيون، واللي استمعت بكل انصات لكلام الملك محمد السادس. الكلام كان مهم جدا لان ركز على الاشياء اللي تم اكتسابها في الفتره السابقه والانتصارات الضخمه اللي حققتها المملكه في ملف الصحراء المغربيه. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الوهم عند بعض الانظمه او عند نظام معين، الوهم الكبير جدا اللي عايشين فيه، خاصه موضوع الاستفتاء. والاستفتاء ده اصلا كان مقترح من الجزائر وتخلت عنه الامم المتحده تماما، وان الاستفتاء ده اصلا مستحيل انه يتطبق في هذه المنطقه. عشان كده احنا بنقول ان الملك كان واضح جدا في كلامه، وكان كل الكلام ان مبادرات المغرب الدوليه اللي بتسهل على دول الساحل ان هي تصل للمحيط الاطلسي وتصل البحر المتوسط، ده مهم جدا في اطار الشراكه بين المغرب وبين دول الساحل. وطبعا الكلام برضو الملك محمد السادس كان عن الالتزامات القانونيه اللي بيعملها المغرب في الفتره الاخيره والشراكه